أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة، أهلا وسهلا بكم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله رب تكون سنة سعيدة وعيد سعيد عليكم بإذن الله. فاز هدف نجمنا المصري محمد صلاح بأفضل هدف في الموسم لنادي ليفربول، الهدف اللي كان ضد مانشستر سيتي، وفاز بيه ليفربول على السيتي بهدف للا شيء بتصويت الجمهور. خد احسن هدف للموسم لنادي ليفربول. نيجي نشوف كده الاهداف اللي العشر اهداف اللي كانت الافضل هذا الموسم لليفربول. طبعا اول هدف نجمنا المصري محمد صلاح لمانشستر سيتي، 2 لويس دياز ضد كريستال بالاس، 3 ترينت ارنولد ضد ليستر سيتي، 4 كودي جاكبو ضد مانشستر يونايتد، 5 داروين نونيز ضد ريال مدريد، و6 دييجو جوتا ضد توتنهام، 7 ماتيو موسيلوفسكي ضد هيرتا برلين. وده طبعا كان في البطوله الوديه الدوليه اللي كانت قبل الموسم. 8 بيلي كوميتو ضد باريس سان جيرمان، ده دوري ابطال اوروبا للشباب. و9 هارفي اليوت ضد وولفرهامبتون، و10 محمد صلاح ضد توتنهام. دول كانوا افضل 10 اهداف اللي اختاروها الجماهير لليفربول هذا الموسم. نتمنى رب مزيد للتفوق للنجم المصري محمد صلاح، ويفضل يحطم الارقام القياسيه ويحطم الجوائز كل عام باذن الله. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.